وفاة أستاذة جامعية متقاعدة تم العثور على جثتها بمدينة عنابة الجزائرية بسبب موجة البرد الشديد والثلوج التي تمر بها عدة ولايات جزائرية. أمن ولاية عنابة أصدرت بياناً توضيحياً حول الوفاة، قالت فيه: وفاة سيدة متأثرة بموجات البرد التي ضربت المدينة مؤخراً. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للضحية جثة هامدة في أحد شوارع ولاية عنابة. وفندت الولاية في بيانها الأخبار والمعلومات المغلوطة، مضيفة إلى أن السيدة المتوفاة أستاذة جامعية متقاعدة وليست من فئة الأشخاص دون مأوى. وأشارت مواقع أن السيدة رحمها الله كانت تعاني من اضطراب عقلي جعلها تغادر من حين إلى آخر منزلها العائلي، إلى أن وفتها المنية بأحد شوارع المدينة. وقد ختمت الولاية بيانها بتأكيد أن اللجنة الولائية المكلفة بالأشخاص دون مأوى تبقى مجندة وتواصل خرجاتها الميدانية يومياً، خاصة في الفترات الليلية.